أنا فرحة أهل الإخريقيات ببقائهم في دوري الدرجة الأولى، وفرحة وسجود وشكر لرب العالمين. طبعا ما احتفلوا إلا بعد ما نهاية مباراة قطر تحديدا، وقطر كان يحتاج هدف في أي لحظة من لحظات المباراة. قطر لم يستقل الفرصة اليوم على فكرة في مباراته مع نادي الوكرة. قطر كان يحتاج فقط إلى فوز بأي نتيجة في حال خسارة الإخريقيات، و صار اللي صار، وأن قطر هبط إلى دوري الدرجة الثانية. كنا نتكلم على فكرة من بداية الدوري ونشرح ونقول، وعلى مدار الحلقات كنا احنا نقول أن من المهدد أكبر بالهبوط، وكانت كل المؤشرات تدل على أن مسيمير وقطر تقريبا راح يهبطون إلى دوري الدرجة الثانية. لكن إلى الجولة قبل الأخيرة قطر عدل الوضع وأصبح يحتاج إلى الاحتمالات اللي كنا نتكلم عنها، اللي هو الفوز على نادي الوكرة ب5 أهداف مقابل لا شيء، وبالتالي لا يحتاج إلى النظر إلى نتيجة الإخريقيات أو حتى خسارة الإخريقيات أو تعادلهم وهم يفوزون فقط بفارق هدف.